اهلا بيكم. تعملي ايه لو جوزك طردك من شقه الزوجيه؟ في الحاله دي انت لسه مراته على ذمته، من حقك ان انت تروحي لنيابات محكمه الاسره التابعه ليها وتطلبي عمل تمكين مشترك. يعني انت وجوزك والولاد تقعدوا في الشقه، وحتى لو ما عندكيش ولاد طالما لسه على ذمته تقعدي معاه في الشقه. بيطلع قرار من المحامي العام، والقرار ده بيبقى بالتمكين وبيتم تنفيذه بالقوه الجبريه. طيب اتطلقنا خلاص وبرضه مش عايز يقعدني في الشقه، برضه بتتوجهي لمكتب المحامي العام في محكمة الأسرة التابع ليها محل إقامتك أو السكن، وبتعملي بس المرة دي تمكين منفرد. وعشان تعملي تمكين منفرد لازم تكوني حاضنة، يعني لو طلقك وما عندكمش ولاد مش من حقك ان انت خلاص تقعدي في الشقة دي. طيب عملت تمكين مشترك وعملت تمكين منفرد، ورحت ايه اللي بيحصل؟ بالقوة الجبرية بيطلعوه من الشقة وبيسلموكي الشقة وبيمضوكي على قايمة بتاعة المنقولات الموجودة في الشقة، جردل من المنقولات. وخلي بالك اوعي تتصرفي في المنقولات ديت، لأن الزوج ممكن يعملك في الحالة دي تبديد ويحبسك زي ما انت بترفعي عليه تبديد. خلي بالك من المنقولات دي قوي وما تحركيش فيها حاجة من مكانها بعد ما تمضي على محضر الجلد ده. في الحالة دي بتفضل شقة الزوجية من حقك ان انت تقيمي فيها مع الاطفال طوال فترة الحضانة. طب ينفع الراجل ينقلني من مسكن الزوجية ده لانه تمكين؟ ايوه ينفع يعمل حاجة اسمها استبدال مسكن حضانة، وبناء عليه بيطلب من القاضي انه ينقلكم لشقة تانية. وخلي بالك وانت بترفعي نفقات ما ترفعيش نفقات بانواعها، عشان لو رفعتي نفقات بانواعها وانت عامله تمكين في الحاله دي بيطردك من مسكن الحضانه، عشان انت كده واخده اجر تمكين. فولو لايك، استنوني في معلومه قانونيه جديده.